ومكملين في سلسلة لو ببلاش ما تشتريهاش. بعد ما عرضنا الجبنة النباتي وخطرها على صحتنا في الفيديو اللي فات، طلبتوا مني كتير اعرض لكم بدايلها. في الفيديو ده هعرض لكم مجموعة من المنتجات اللي ما تقربش ناحيتها، واهمها هي الجبنة النباتي. بدلها باي نوع جبنة مكتوب عليها جبنة طبيعي. لازم تشوف كلمة طبيعي على اي نوع جبنة، وخلي بالك في انواع كتيرة جدا موجود منها النوعين، جبنة نباتي وجبنة طبيعي. شركات كتيرة جدا عاملة الخدعة دي، فخلي بالك اشتري اي جبنة طبيعي حتى لو بالكيلو، ويتأكد من اللي بيبيعها لك انها جبنة طبيعي. اما دول بقى حتى لو جات لك هدية ما تاخدهاش. اي حاجة مقلية نص قلية او ربع قلية ابعد عنها تماما، هي دي مفتاح كل امراض القلب وتصلب الشرايين. وخلي بالك الانواع من الشوكليت والبينات باتر السبريد مليانة دهون مشبعة وزيوت مهدرجة وسكر كتير جدا. وخلي بالك دي خدعة بتكون في اغلب المكونات اللي بيتكتب عليها انها للدايت، وهي اصلا ما تنفعش للدايت. اما ده بقى مش معانا وكلنا عارفين ليه. ندخل بقى على المنتجات اللي هنشتريها من السوبر ماركت. مش معقول كل حاجة ممنوعة كده. ممكن نختار اي كراكرز معمولة من غير سكر ومن غير زيوت مهدرجة. ممكن زبادي يوناني باي تركيز سواء معاها جرانولا او مش معاها. ممكن كمان نختار اي نوع من الدارك شوكليت فوق 70%، انواع ممتازة جدا. ممكن نختار كمان لب غير مملح او مكسرات غير مملحة. ممكن كمان نستخدم بعض انواع مشروبات الطاقة، هي بديل هايل جدا للمية. لو انت في الوقت ده داخل التمرين هتكون دي افضل اختيار ليك. ولسه